السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فكرة كده جميلة قوي، عشان انا نفسي اعمل كسكسي في البيت. طب ايه هي الطريقة اللي انا اعمل بيها الكسكسي وانا ما عنديش الحلة؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الحلة دي، وازاي هنظبط معانا حلة عشان نقدر نسوي الكسكسي من اول الالف من الالف للياء، ويطلع معانا احلى كسكسي ممكن تعملي في البيت. تمام، يعني زي ما انتم شايفين انا معايا هنا رده، زي ما انتم شايفين ايه الرده اللي احنا بنشوي بيها السمك، وهجيب عليها شويه دقيق صغيرين خالص، يعني حوالي معلقتين من الدقيق. تمام، ادي اهو معلقتين من الدقيق. انا طبعا زودت الكميه تاني عشان خاطر اوريكم انا هعمل ايه، لان كنت عامله من شويه كده كميه صغيره. خلاص، وابتدي بقى ارش رشه ميه كده صغيره، بحيث ان انا بعمل عجينه. يعني انا بتبقى بعمل عجينه كده من الرده ومن الدقيق. طبعا ليه بحط الرده؟ لان الرده يعني بتبقى بتلزق وبتستحمل النار العالية على البوتاجاز، دي حاجة. الحاجة التانية ما بتفكش معاكي في الحلة. بحط معاه شوية دي عشان يعمل عملية تلزيق للردة في الحل. فكده وبعمل العجينة دي زي ما انتوا شايفينها بقى، يعني مش عايزة اكتر مية، يعني انا عايزاها تبقى ملزقة. خلاص، بلم كده العجينة. وهبتدي دلوقتي نشوف هنعمل ايه في الحله دي اللي هنعمل عليها ايه تسويه الايه الكسكسي. كتير مننا جدا بيبقى عايز يعمل الكسكسي ومش عارف يعمله، هو ما عندوش الحله. طب انا هشتري الحله، طب ما فيش حله، طب اعمل ايه؟ دي اسهل طريقه ممكن تعمليها حقيقي. الطريقه دي جميله جدا، وانا اتعلمتها من ماما حقيقي، وكانت ماما اتعلمتها من جدتي الله يرحمها. ودي احسن طريقه ممكن تعملي بيها الكسكسي. جبنا بقى العجينه الجميله دي، ببتدي بقى احطها في الفراغ اللي هو ممكن يطلع منه البخار. ببتدي كده احط العجينه زي ما انتم شايفين في المكان اللي هو بقى البخار ممكن يطلع منه. بسد كده حوالين الجناب، يعني الفتحه دي بحب ان انا ايه اسد كده بيها كده، والزق العجينه زي ما انتم شايفين، طبعا بتلزق. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده ببتدي احط العجينه بالمنظر الجميل ده، وبتفضل بقى معايا لحد ما اخلص. يعني العجينه دي بتفضل موجوده معايا لحد ما انا اخلص الكسكسي خالص ويستوي، بتفضل موجوده لحد ما انت بعد كده ايه تشيليها. ببتدي بقى الف كده في كل اي حته كده باينه عندي. ببتدي ان انا اضغط كده على العجينه دي في المكان الفاضي اللي ممكن يطلع منه البخار، واسدها خالص كانك انت بتسديها كده، يعني كانك بتحطي شويه اسمنت، بس طبعا مش اسمنت، ده رده ودقيق. يعني مجرد بعد كده لما تحبي تطلعيها عادي بيطلع عادي، ممكن تحطيها في ميه هيشرب الميه على طول هيقب معاكي. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو. انا بحاول ان انا مش عايزه البخار يطلع من الجناب خالص. انا بسد الفراغ ده خالص. والله يا جماعه الحله دي بتبقى احسن الف مره من الحله بجوه من بره. ليه؟ لان خلاص انتي اتحكمتي في ان البخار ما يطلعش منها نهائي. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. ابتدي الف الف كده، بحيث ان انا اغطي كل الجناب. طبعا انا هعمل لكم احلى شويه كسكسي دلوقتي وتشوفوه في الحله دي، وهوريكم الطريقه بتاعته. بس الاول طبعا حبيت اوريكم ازاي انا بعمل الحله اللي هسوي فيها الكسكسي. وببتدي طبعا تقدري الموضوع لو انت عندك طبعا مصفى اكبر من كده تقدري تحطي مصفى اكبر. يعني حسب المصفى اللي عندك، كل ما بيكون المصفى كبيره بتحطي مصفى اكبر. آه ودي بتشيل طبعا الكميه كلها بقى، انما دي مش كبيره قوي، وانا بحط الكميه على مرتين. العجينه معايا خلصت، حطيت بردك شويه رده وشويه دقيق اهو، بعملها من تاني اهو زي ما انتم شايفين. حبه دقيق صغيرين كده على حبه الرده اللي احنا بنشوي بيها السمك، وشويه ميه كده صغيرين مع عجينه، واحط بس في بقيه الحته اللي هي ايه العجينه معايا نقصت معايا فيها. بلم كده العجينه زي ما انتم شايفين كده، شويه ميه كمان عشان هي ناشفه. خلاص، هتبقى معايا بقى عجينه كده اهوت بتلزق في ايدي، وابتدي احطها في بقيه الحله. يبقى كده يا جماعه الحركه دي بتخلي البخار ما يطلعش ابدا. يعني مهما حطيتي البخار بقى هنا بيطلع من فين؟ بيطلع على كسكسي على طول، ما بيطلعش في الجناب نهائي. ودي كانت احلى طريقه بصراحه، يعني تقدري تعملي بيها الكسكسي بيها في البيت. سدينا كده اهو، تضغطي كل ما بتضغطي بتلزق اكتر. زي ما انتوا شايفين اهم حاجه بتضغطي على المكان اللي فيه فتحات، علشان خاطر البخار ما يطلعش معاكي. طبعا ده الفيديو اللي انا بعلمكم فيه طريقه ان احنا ازاي هنسوي في الحله. وهنشوف دلوقتي الفيديو، هننزل لكم الفيديو ان شاء الله اللي بيوريكم هنطلع الكسكسي جميل ازاي، وطلعته جميل ازاي، وفعلا انا عملته وخلصته وصورته ان شاء الله برضك هنزله لكم.
اهو شايفين انا كده قفلت كل المسام خالص، اللي هي ممكن الحله تسقط منها، اللي تطلع منها البخار اهو. بتضغطي كده كويس، لو في اي حته حاسه انها ممكن مش مقفوله كويس بتضغطي عليها وكده تمام. كده الحله اصبحت معانا جاهزه. اي هنشوف بعد كده بقى طريقه عمل الكسكسي. ما تنسونيش تعملوا الاشتراك